اذا الكتيبه الصفاقسيه من اجل حلم افريقيا، من اجل سمار افريقيا، يلعب في حراسه المرمى جاسم الخلوفي، على اليمين يلعب محمد البوزيدي، على اليسار كالعاده هاشم عباس، في اللاكس الثقه متواصله مع الثنائي حمدي رويد وايضا عصام المرداسي. بالنسبه لوسط الميدان الرباعي في هذا المساء هما هيثم رابط، شادي الامامي، سوما نبي وعبد الكريم النفطي، وثنائي امل الهجوم الصفاقسي يتكون من البوانت بليز كواسي ومن التي جي في كما يسميه اللاعب بوبوكو. هذا المدرب غازي الغراري في مباراه النجم الساحلي يعول عليها كثيرا، يعول زعبوب مع جوتيه على هذا التشكيل. في حراسه المرمى البلبولي ايمن، على اليمين يلعب سويل بالراضيه، على اليسار كالعاده البجاوي، في وسط الدفاع يلعب عمار الجمل ورضوان الفالحي، في وسط الميدان في غياب نفخه احمد ميدا، ثم عندنا ايمن عبد النور. الرحله تتواصل مع الاسماء الساحليه في اسم محمد ساكو، والهجوم من امي كوبارا، الغاني سادات بوخاري وطارق الزيادي، نفس تشكيله مباراه الذهاب. اللقاء سيكون مغاير على طرح الذهاب اليوم، 90 دقيقه اكيد ستكون من نار، ستليق بالاسمين والكبيرين. مباراه هجوم، مباراه اهداف، اليوم تسجل ولا بلاش. اليوم نقطه قانونيه، ما فماش اكسترا تايم، 90 دقيقه، اللي يسجل يربح، اللي يسجل هو اللي يجيب كاس افريقيا رقم 14 في تاريخ الكره التونسيه. لكن هل تكون بنسخه ثالثه للسي اس اس يوفي العرب ام تاسعه لاحلام الساحليين؟ يتقدم اوبوكو سريع جدا، اوبوكو يمر خطير وسريع، اوبوكو والدفاع ممتازه كانت من ايمن عبد النور بعد امتياز اولي بالانطلاق من اللاعب اوبوكو. اجواء كبيره طبعا في استاد سوسه، جماهير غفيره وغفيره جدا، استاد 18,000 بتفرج لجماهير مئات الالاف تحب تحضر في الاولمبي. واظن فرصه ان نقول ان سوسه الان تحتاج الى ملعب كبير وكبير. تمشي كره من بلاز يلعب الكره سوما نبي للشادي الهمامي، تمشي كره سوما نبي يلعب المرابط، خطير النادي الصفاقسي منذ الانطلاق، يلعب البوزيدي خطيره جدا، تتهيأ للبوزيدي صعبه على دفاع الاتوال وترجم الدفاع. مباراه ريتم كبير، ينطلق النادي الصفاقسي في الاتاك على عكس لقاء الذهاب اللي بدا في اول دقيقه فرصه للاتوال. اليوم السي اس اس يبدا خطير، فرصه كبيره وانطلاقه من اوبوكو يدخل يصدد والهدف الاول، الهدف الاول للنادي الصفاقسي في اول دقيقه. في اول دقيقه اوبوكو يفتح باب التسجيل، اوبوكو يسجل هدف في اول دقيقه في وقت الحديث على ان مباراه النهائي في الاياب ستكون سريعه وخطيره ومثيره. يبدا السي اس اس مبكر بالهجوم، يضغط منذ الانطلاق ويسجل منذ الدقيقه الاولى من اسرع الاهداف في تاريخ الكلاسيكو التونسي بين النجم والنادي الصفاقسي. هدف يقلب برشا موازين، هدف مبكر يبعد على البشاوي، يضرب بوكو، لم اغلط ولم اخطا لما سميته التي جي في، سريع جدا يبعد على البشاوي، يعمل اكسلراسيون، يضرب كوره في زاويه شبه مستحيله، يباغت ويغالط ويخادع الحارس البلبولي. هدف ملعوب من نادي الصفاقسي في وقت دقيقه لعب. اذا مباراه اليوم مباراه اهداف، قلنا انها لن تكون مباراه سهله على الفريقين، مباراه الفيفتي 50 كما عنونت في الصحافه التونسيه وكما تنقلتها الاخبار العربيه بالتحذير وبالتلميح وبالعنوان الصريح. اذا 1-0 يمشي ميكا، اي ردة فعل الاتوال كيف ستكون في مباراة النهائي؟ 20,000 يستناوا في اولمبي سوسة ومئات الالاف والالوف تنتظر خارج استاد الاولمبي، استاد المعروف بمقبرة الغزاة. هل يكون بذكريات لقاء تاريخي عام 99 النجم الساحلي ربح في صفاقس 2-1 هنا في استاد اولمبي سوسة، كان لقاء تاريخي وفات 3-3 الهاتريك بتاع العمدة بن يونس. اذا اللقاء يبدا مبكر. بالنسبه للفرجه بدا بهدف باش يقلب اطوار اللعبه. الان باش نشوفوا مباراه اخرى، مباراه ان شاء الله من العيار الثقيل، ما فيش خيار. واكيد الان المعلومه ما فيش ضربات جزاء ترجيحيه، الراسيه ترجع كره لتوال خطيره، امي كوبارا يرجع بالكره، ميكا صعبه جدا، والراسيه والنجم يضغط، ما زالت الدربكه والارتباك، ولكن دفاعات السي اس اس تدافع عن نقطه مضيئه منذ البدايات. في 1-0 من اللاعب الغاني اوبوكو في هدف ممكن يخلص حقه بالنسبه للصفاقسيه، هدف ل0، هدف مهم جدا. ما زالت تروح طويل وما زالت العناوين صعبه. هنا سادات بوخاري وفي خطا، يصفر الحكم الغاني ايدي ماي. هدف مبكر جدا يشعل اوراق المباراه. الاعصاب مشدوده ايمن عبد النور في لقطه كان مفروض عليه انه يتفاداها. الامور ما زالت طويله للفريقين ومباراه صعبه.
مباراة الاعصاب. النجم الساحلي يتاخر الان بهدف ل0 من اوبوكو اللاعب الغاني. هدف ملعوب من السي اس اس. قلت سبحان الله كنت نحكي على سيناريو الذهاب انه ليتوال جات فرصه في اول دقيقه وبدا بقوه وباغت فريق النادي صفاقس، لكن خلوفي وقف كره سادات. اليوم البلبولي عجز عن ايقاف خطوره وكره فريمبونك. اللاعب اوبوكو في 1-0. الكلاسيكو التونسي لهم العنوان المؤكد. تاكدوا اعزائي المشاهدين انه سيكون لقاء مثير ومثير جدا. المخالفه ونلعب تقريبا في 3 دقائق 4 دقائق. 0-1. ما فيش ركلات ترجيح، ما فيش دقات القلوب الزايده، ما فيش الغسرات. الكره في غسره 90 دقيقه يتكون ابيض واحمر للنجم، يتكتب للاسود والابيض البيانكونيرو والسياسس. تمشي الكره وتطلع من احمد ميدا. احمد ميدا نجم الساحلي عام بعد النهائي التاريخي في الشامبيونز ليج يجد نفسه يلعب تشكيله اخرى، تشكيله ثانيه، والمساعد يكون خطا على الخلوفي. يقول جاسم الخلوفي خرج من التزويد، مس الكره بعيد على 18 ويصفر او يؤشر للحكم ايدي ماي اللي من خاصياته انه هو يصفر. نشوفوا اللقطه. جاسم الخلوفي والكره ما خرجتش، الكره ما خرجتش من هذه الزاويه على كل خطا المساعد، لكن الكره وجزئيات النهائيات تلعب على اخطاء بسيطه لكن عميقه جدا ومؤثره. بالفعل جاسم الخلوفي الكره كانت معاه كره الواوا ابا اللي حاليا يطوحها ويلينها اللاعب بوبوكو بال1-0، لكن ماتش 90 دقيقه ماتش السي اس اس والإيطوال مازال ما يتكتبش الان، مازال ما يتحسمش الان، مازالت السيناتور او الامضاء او الاوتوغراف الاخير مازال على مدى 87 دقيقه قادمه في حوار الساحل الصفاقسي لكن بهويه تونسيه هنا في توابل القاره الافريقيه للسمر. هذه خطيره، هذه كره من سويل بالرادية، هذه كره خطيره قد تساوي الجديد في مباراه اولمبي سوسه. نجم الساحلي 65 انتصار 10 تعادلات هزيمه واحده ضد ديناموس، لا ينهزم هنا في مقبره الغزاة. كيف سيكون الحال اليوم بكره راسيه خطيره؟ هيثم رابط يخرج الكره ممتاز. هيثم رابط متمركز في 6 امتار، ترجع الكره من دفاعات الصفاقسي. النجم يحاول يرجع بسرعه، حاول يضغط الان على دفاع فريق عاصمه الجنوب، الفريق العاصمي لجنوب تونس. 350 كيلومتر على تونس العاصمه، لكن 150 كيلو بالزياده على سوسه. الهدف الاول من اوبوكو في الدقيقه الثانيه من زمن المباراه في اول نهائي تونسي على المستوى الافريقي بعد ما كان نهائي عربي 95 كان طرف النجم على فكره ضد الفريق العاصمي فورسا السياح والنادي الافريقي. تمشي الكره عن طريق سويل بالرادية يلعب كوره للعوده والسي اس اس في كوره للحفاظ. تمشي الكوره من سومانابي الان الكونتر اتاك ويمشي بوكو في فورمه كبيره اليوم. بوكو خطير جدا، لاعب عمره 19 سنه. بوكو يمشي بالكوره تتهيأ عن طريق بليز يجيب الكوره ممتازه جدا. الكريم النفطي ينطلق، النفطي يعمل كنترول، ينطلق عبد الكريم النفطي خطير جدا لو يمر يبعد عبد الكريم النفطي بكوره برا اوت. 6 امتار للبلبولي، كوره الايمن، كوره للنجم وسكور للسي اس اس. 1-0 في اول الدقائق. نلعب تقريبا في الدقيقة 9 والثامنة من زمن المباراة. اجواء كبيرة هنا في استاد الاولمبي. المدينة في الايام الاخيرة تعيش على ايقاع هذا النهائي القاري، تعيش على كلاسيكو تلعب لاول مرة عام 55. تمشي الانطلاقة ممتاز من سويل بالرادية في الكولوار الايمن، يلعب في الرواق، تتهيأ كورة سريعة جدا. هذا هو النجم وهذه هي السي اس اس. هذا اللي قال يا بنساو الذهاب اخواني واشقائي العرب، انسوا مباراة الذهاب. هنا المعركة الكروية الحقيقية، هنا يحسمها الرجال، هنا يكتبها النجوم مع كرة خطيرة. النفطي بلبول يخرج، النفطي في زاوية مستحيلة، ولا سيكون مارادوني في لحظة، ولا سيكون من دييغو ارماندو يحضر بكرة وبقدم النفطي. كرة مستحيلة انه يستغلها كريم النفطي والكرة تخرج برا. سي اس اس الان هوية 1-0 ترجعه لهويته التكتيكية، يستغل المساحات، فما الفراغات والكرة الصعبة ترجع للاوت. التماس لفريق النادي الرياضي الصفاقسي. سي اس اس طبعا الهدف هذا يحلوا برشا بيبان، يحلوا المباراة والنتيجة والتقدم والهدف المطلوب لتحقيق الكاس والأميرة السمراء، وخاصة يفتح له تكتيكيا مباراة تميل لصالحه من الجانب التكتيكي انه يستفيد بالكونتر اتاك. بيمشي كرة شادي الامامي السي اس اس اللي ما سجلش في اخر 3 مباريات لعبها بطولة تونس، مباراتين بالتعادل، واحدة ضد فريق
المستقبل الرياضي بالمرسى الاكستريور خارج ميدانه وخارج الديار، ايضا تعادل في بنزرت ضد السيابي. بالنسبه للقاء الثالث كان هو بدايه ال0-0 ضد النجم. كان واضح انه صفاقسي ضيع الخيط والفتله في الدوري التونسي من اجل عيون افريقيا. واضح انه مركز، واضح انه قرا صح، وقلت انه عملت تربص النهائي من يوم الاربعاء. النادي الصفاقسي في سوسه انا حضر هذا النهائي وكانه قلت يقول بشعار وبقاموس داوني بالتي هي كانت الداء هنا من اجل الحرب المعنويه بين الفريقين، لفريقين عنونت المباراه على انها كتاب مفتوح بين الإطوال وبين السياساس. يمشي كوره من ايمن عبد النور، عبد النور يرجع العمار الشمال، يمشي بالكوره رضوان الفالحي احد افضل لاعبين حاليا في تونس. سهيل بالراضي يخسر كوره ويستفيد بلاز، بلاز يحاول يمر، بلاز كواسي خطير من بلاز. من سيلعب السوبر الافريقي؟ من سيكون في 7 فيفري القادم ضد الاهلي القاهري بطل الشامبيونز ليج 6 مرات؟ الف مبروك للقاهريين. ترجع الكوره مره ثانيه لهيثم المرابط، هيثم المرابط يبدل الكوره، سياساس يلعب بمتعه الهدف وشادي خطيره والكوره على مرتين من البلبولي. طبعا النادي الصفاقسي استعمل سلاح الصدمه منذ البدايه، الهدف اعطاه روح والهدف شكك برشا فريق النجم خاصه مع البريسينج والاندفاع والحماس اللي يلعب به الان السياساس. هيثم رابط، النادي الصفاقسي سيعود الى مشاركاته العربيه يوم الاربعاء، سيلعب ضد النصر الموريتاني باسبقيه الذهاب 3-0 وغدا سيتحول الى موريتانيا نواقشط للحضور على لقاء العوده ومن اجل تاشيره العبور الدور الثاني يوم الاربعاء. مهم جدا هذه الكره التونسيه، ثالوث تونسي من اجل عيون العرب بعدما دانت الافضليه على مستوى السمر القاره الافريقيه. تمشي كره سهله عند البلبولي، اذا الوقت يمر طبعا تقريبا 12-13 دقيقة لعب في الشوط الأول. 1-0 بوكو، هدف غالي جدا لكن البخاري يتقدم. سادات يدخل، سادات وحده بين ثلاثة ودي ماي يقول فاول. دي ماي يصفر خطأ لفريق النجم الرياضي الساحلي. النجم الساحلي في رايي وفي تقديري الخاص انه لا يتسرع، مازالت المباراه طويله لانه في التسرع ممكن يترك مساحات وفي اندفاعه للتعادل ممكن يخلي مساحات يستغلها السياسات بمرتداته السريعه. نادي الصفاقسي هذا الشيء سمع في لقاء اليوم، والتسديده ليست هذه ما تلزم النجماويين لتحقيق هدف التعادل ولادراك محطه الوصول في الدقيقه 14 لل1-1 ال1-1 من احمد ميدا. ترجع بالكره من جاسم الخلوفي، ربع ساعة أشعل فتيلة هدف الغاني وبوكو. 0-1 أمامكم الصورة من السبورة اللامعة لاستاد أولمبي سوسة. يمشي كرة طويلة من جاسم الخلوفي، لاعب السابق أيضا وحارس سابق في فريق النجم الرياضي الساحلي، مثل طارق الزيادي اللي كان يلعب في السياساس واليوم هو مهاجم ويحمل لواء وأمال الفريق النجماوي. عمر جمل يضغط عليه بلاز، احسن هداف في الجيل الحالي للسياساس، بل اكثر لاعبي السياساس تاريخيا تسجيل الاهداف. تمشي كره ممتازه، سادات بوخاري يحاول يمر، سادات يحاول يدخل وسط والدفاع موجود، يعني فما دي دوبلومون في التغطيه المزدوجه بالبوزيدي ممتاز. البوزيدي يلعب كره عن طريق سوما نبي النفطي بلاس كانوا مضروبين، الشك حول مشاركته في اخر لحظه، ممكن ايضا تدخل في حرب النفسيه بين الفريقين، انه النفطي يلعب النفطي لا، سوما موجود سوما غير موجود، ولكن كل الفريقين يلعب بكامل اوراقه واسلحته في مباراه المصير الواحد 90 دقيقه الوحيده. نعم كلنا ركزنا على ان الكأس تونسية، ولكن في تفكير وفي لحظة من الشرود مع واقع المباراة كم تألمت انه هذا المساء هناك مدينة ستنام للصبح وهناك اختها ستنام منذ من اوائل ساعات الليل. نعم هكذا هي كرة القدم، لكن عزاؤنا الوحيد انه النهائي التونسي والكأس مضمونة، والكأس مضمونة لمن؟ في المقابل بأيادي امينة يقتنص هذه المرة البلبولي اللي فهم الطرح انه 2-0 الان انتهت الحكاية. انا كنت نحذر ونقول من اين ابدا حكاية الكلاسيكو؟ من اكثر من 50 سنة هناك من الشباب للبنات للشيوخ الكل في يوم الانتماء عبر عن انتمائه للسياساس او لفريق الإطوال. طارق الزيادي يرجع بالكرة ويدور، طارق الزيادي السريع خطير جدا، الزيادي يلعب يجيب ركنية خطيرة، دي ما يقول العب ما فيش كورنر، لكن في كرة من عبد النور يضغط الفريق النجماوي خطيرة، والكرة على القائم الثاني مرت بسلام
تحت مراقبة بعيون جاسم الخلوفي وعيون آلاف بل مئات الآلاف من العيون الصفاقسية التي رصدت الكرة الأخيرة ولسانها أو الشفة تدعو أن تبتعد عن مرمى جاسم. ساكو يلعب الكرة، وقف مليح السياساس غازي الغرايري، حضر المباراة كما يجب كما حذرها الثنائي زعبوبو كوتيه، وترجع الكرة خاطئة من أيمن عبد النور. أوبوكو سريع في فورمة كبيرة، في فورمة كبيرة. أوبوكو قدامه البشاوي يتفوق عليه مرة أخرى، يلعب أوبوكو بنفس الطريق لكن ليس بنفس النسبة والنجاح في غياب التوفيق هذه المرة. وملاحظة واضحة جدا في أول ربع ساعة اللاعب أوبوكو ياخذ لاسونتون بسيكولوجيك وفيزيك، ياخذ التفوق المعنوي والبدني على اللاعب اليساري حاتم البشاوي. تمشي كرة من عمار الشمال، نجم الساحلي كان يخير انه يلعب بنفس اسلوب الذهاب. كنت نحكي مع توفيق زعبوب قبل الماتش يقول لي لابد ان نستنى النادي الصفاقسي فريق سريع وخطير وممتاز في المساحات باش نعمل لهم نفس السيستم تاع لقاء الذهاب، نستناهم وما نخلي لهمش المساحات. هدف اوبوكو يغير كل اوراق المدربين، لذلك ديما نقولوا في مثل المباريات مش ممكن تتكهن جزئيات بسيطه تغير ماتش، تغير قراءتك، تغير حلمك بمباراه او تغير كابوسك من مباراه. 1-0 لفريق النادي الصفاقسي. الوقت الان يلعب لصالح النادي وضد نادي النجم. هذا هو الكابتن رضوان الفالحي، من سيرفع كاس افريقيا، من سيلتقي مع نائب رئيس الكاف في غياب حياته. ترجع الكرة مرة ثانية البشاوي يلعب كرة طويلة، الدفاعي يتصدى مرويدو في خطأ، في فاول على حمد رويدي، صفر الحكم من السيشالي ديمايي. لقاء الذهاب كان دار الجزائري بالنوسة، ممكن ساعدته الظروف ايضا انه يخرج مباراته بغير مشكل. اليوم لقاء العودة 90 دقيقة سخون برشا، سخون كرويا، سخون جماهيريا طبيعي جدا. كل واحد يمني النفس بان يكون عريس افريقيا هذا المساء. النجم الذي تعود وعنده تقاليد في القارة السمراء، هذا النهائي رقم 11 في تاريخه والسادس على التوالي، يلعب للكاس رقم 9 على مستوى الكونتيننت القارة. بالنسبة للسياساس 5 سنين الأخيرة دائما الصفاقسي في نهائي عربي وافريقي، ايضا بخبرة المواعيد الكبرى فريق عاصمة الجنوب. تمشي كرة سهلة جاسم الخلوفي. مباراة الان باش تهدى شوية في حسابات كل فريق، باش ياخو يرجع للوراء ويبدا يفكر شنو باش يعمل قدام. نجم الساحلي سيفكر في طريق العودة وكيف يستكشف خارطة طريق صفاقس والحارس الخلوفي. وبالنسبة لفريق السياساس سيريد من خلال دقائق قادمة فريق غازي الغراري كيف الطريق الوصول بأخف الأضرار الممكنة لهذا الشوط اللي مهم بالنسبة للصفاقسي انه الخلص 1-0. بالنسبة للنجم الأهم هو أن يتعادل مينيموم الآن، مطلوب جدا، لأنه في الشوط الثاني ستكون حرب أعصاب، تلعب ضد الوقت، تلعب وكأنك تسبح ضد التيار في معشب سوسة الأولمبي. قلنا نجم الساحلي لا يخسر كأس افريقية لما يكون لقاء الإياب في سوسة مقبرة الغزاة، والسياساس لا يخسر اصلا لما يلعب خارج الديار والحدود في نهايات افريقيا. تعادل 1-1 مع الاهلي وفاز مرتين ضد جندارك المريخ، بينما الكرة ترجع بالراس مرة أولى، بالراس مرة ثانية. الأولى كانت لهجوم النجم طبعا في التعادل، والثانية كانت براسية مدافع السياساس على أمل الحفاظ على التقدم 1-0. ترجع الكرة من رضوان الفالحي، صراع الحوارات الثنائية، الديال اليوم الرجال هي اللي تحكم في الماتش، هي اللي تقرر مصير بطولة وكاس. يمشي أيمن عبد النور، أيمن عبد النور من اللاعبين الجدد في تشكيل هذا العام، فريق ثاني والنجم يلعب في نهائي افريقيا. ترجع الكرة بالراس، ساكو البشاوي هذه المرة يتفوق على بوكو، ترجع من عبد النور، عبد النور البشاوي ممتاز، يمر ركنية، الركنية الأولى أو الستة أمتار، الستة أمتار الجديدة والمتكررة لجاسم الخلوفي. عشرين دقيقة لعب، 20 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول، ونتيجة تقدم صفاقسي 1-0. الانضمام من اللاعب أوبوكو، تمشي كرة من جاسم يلعبها طويلة. النهائيات الافريقية والنجم الساحلي في افريقيا
عام 95 ربح 2-0 نادي كالوم وفاز باللقب. عام 96 كسب مراكش 3-1. 97 ربح ليفار الجيش الملكي 2-0. في 99 ربح الوداد 1-0 صبري العدودي. عام 2001 ربح جياس كابيليه 2-1 في النهائي ذهابا ثنائيه الايفواري عبد القادر كايتا. 2003 ثلاثيه توبيا كور عن جوليوس بيرغير من نيجيريا. 2004 كان تعادل مع الاهلي 0-0. 2005 مع الاهلي 0-0. 2004 كان ربح نيمبا 2-1 بلانتي المذبي في الدوزاف 2-1. 2006 تعادل مع الفار وربح الكاس. 2007 تعادل مع الاهلي هنا لكن فاز في اولمبي في استاد القارة. هذا اولمبيكو سوسة في لقاء كلاسيكو تونس. النجم متاخر بهدف والبشاوي يتفوق. البشاوي يدخل في اللعبة، يدخل على اوبوكو في المباراة. شادي الامامي يلعب كرة طويلة في العمق خطيرة جدا للنفطي. النفطي يعمل كنترول في 18. النفطي ومعاه الفالحي لاعبين سيستفيد منهم كويلو في قدم موعد المنتخب والمنتخب الوطني من السور 13 عملوا نتيجة طيبة في غانا 0-0 لكن يفرح أكثر الأداء حسب الأصداء اللي جات من أكرا أنه منتخبنا قدم مباراة طيبة وهذا مؤشر جيد وواعد قبل معركة التصفيات لمونديال 2010. شادي الأمامي تونس عاصمة لإفريقيا في 24 ساعة. اليوم من سيتوج بطل الكونفدريشن وغدا قرعة بطولة شمال افريقيا للأندية البطلة واندية الفائزة بالكؤوس هنا في تونس في بطولة حصرية على ارتي سبورت. في الأبطال يمثل النادي الافريقي مع الجيش الملكي وشبيبة القبائل والاتحاد الليبي في غياب الأهلي المعني بالمشاركة العالمية في مونديال اليابان الجابان. في خصوص كاس شمال افريقيا يمثلنا الترجي مع الزمالك القاهري وايضا نادي الثالث هو البشاية الجزائري والرابع بين خليج سرد الليبي والمغرب الفاسي المغربي وقد يكون المغاربة لأسبقية الذهاب في الدوري التمهيدي البريليمينير ب3-0 لفريق المغرب من فاس. تمشي كورة منتصف الشوط الاول. النفطي يلعب كورة ويحاول والدفاع من سويل بالرابية يضغط فريق النادي سبيكس اللي يتفوق في الحوارات الثنائية باش يحسم جزء كبير من المباراة. خطيرة جدا فرصة كبيرة وامكانية كانت للنادي الرياضي سبيكس عن طريق سومانابي. شاتوا كرة المباراة شاتوا كرة الكاس 100% سومانابي ما سددش سوما الكرة ضاعت. خير التمرير وفي بعض الاوقات الحل الفردي الاناني مطلوب. التسديد مشكلة في الكرة التونسية حتى المحترفين او الاجانب اللي تستعين بهم انديتنا ما عندهمش الخامة هذه بتاع التسديد رغم ان الصومال سدد قوي برشا وسجل اهداف جميلة جدا خدم بها صالح السياساس واكد بها مصالح هذا النادي التونسي اللي عينه هذا العام على افريقيا في جانب ويطمع بدوري ابطال العرب الدوري اللي عمل به الرولانس عام 2004 في جيل كبير للنادي الرياضي الصفاقسي. تمشي كرة للنجم الساحلي من خطأ. الكرة الثابتة كانت دائما سلاح النجمويين. لطوال في كرة للعودة في كرة ملعوبة طويلة على القائم الثاني البشاوي بعيدة تخرج من الجميع تبتعد عن الساحليين لتعود صفاقسية في 6 أمتار. لحد الآن طبعا نقول النادي الصفاقسي يدير المباراة بشكل جيد ومليح. طبعا هدف في نهائيات بعد 0-0 في الذهاب يعطيه ثقة يطمع الملاعبية أكثر. بالنسبة لطوال مسال ما رجعش في الماتش مازال ما ركزش ودخل مرة ثانية في مباراة ومعركة النهائي الافريقي هنا في الاولمبيكو بسوسة. تمشي كرة شادي الامامي يلعب السومانابي بعيد على السوما. شوف المحاولة من بوزيدي لكن برا. هذا اللاعب الغيني اللاعب اللي اكتشفوا النادي سبيكس وجابوا من ستير جرزونة فريق في الدرجة الثانية في تونس من ولاية بن زرت تقريبا 60 كيلومتر على العاصمة. نرجع مرة ثانية عن طريق البوزيدي كرة تدور مليح والسياساس في اول 25 دقيقة يقدم في كرة مزيانة برشا يتقدم الهجوم هاشم عباس يسدد كرة ويخرج البلبولي على كرة أخرى للسياساس. النادي السبيكسي أخطر مع كرة 1-0 من بوكو. شوف البريسينج الضغط على حامل الكرة يمشي البشاوي يدخل بكرة عن طريق البخاري والكرة برا. تماس من صافينة ايدي مايه ومن إشارة مساعده. مباراة يديرها الحكم السيشيلي ايدي مايه ويراقبها السوداني السكرتير العام الاتحاد السوداني لكرة القدم وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي لكرة القدم سعادة الأستاذ مجدي شمس الدين. غازي الغرايري حاليا يتقدم 1-0. زعبوبو جودي
يحاولان ايجاد الحلول في قادم دقائق الماتش النهائي هنا في سوسه. بوخاري ينطلق الغاني السادات، عنده المحاوله، عنده المجال ويعمل ريلانس. بوخاري في التمريره الناقصه. دائما هناك تفوق عددي للسي اس اس سواء في الناحيه الهجوميه او في المنحى الدفاعي. في اتجاه الهجوم يرجع بلاز يوصل كره هيثم رابط في النصف لطاير البوزيدي يلعب الكره لبلاز كواسي يعمل مراوغه يتعدى على ايمن عبد النور ممتازه اوبوكو والكره من بلاز والكره لشادي مره ثانيه اوبوكو ويتدخل فريق النجم في الدفاع في خطر. نعم في مخالفه على اللاعب الغيني القوي السمنبي للغيني الاخر مواطنه محمد ساكو 18 و 19 سنه فقط في تشكيله ليتوان. طبعا الوقت يمر تقريبا 25 دقيقة في هذا التوقيت لزمن المباراة في الشوط الأول. مباراة منعرش حاسم أول في الدقيقة الأولى بينما كرة خطيرة ممكن جدا كانت صعبة جدا لفريق النجم والتسديدة والكرة ركنية ضربة زاوية ركنية للنجم الساحلي. والآن بالنسبة للسي اس اس عليه أن يحذر قوة الفالحي وعمر الجمل. وبالنسبة للنجم ركنية للانطلاق من جديد في نهائي كأس الكاف كونفدرالية 2008. العام الثالث على التوالي تكتب بألوان النسور وتدون بشعار النجمة والهلال. تمشي كرة راسية خطيرة فرصة كبيرة والكنترول كان سيء. ترجع مرة ثانية للأوت والتماس لفريق النجم. النجم الساحلي الكرة الثابتة مهمة جدا بالنسبة له يلزم يستغلها بخصوص السي اس اس. عليه أن يستغل المساحات. النجم مع كل دقيقة تمر ما يسجلش سيضغط أكثر وسيتقدم الأتاك أكثر. تمشي الكرة مرة ثانية من شادي الأمامي قدم مباراة طيبة اوبوكو بداية صاروخية ونارية من هذا التجربي القطار. اوبوكو شوف في وقت الكلام ينطلق اوبوكو السرعة من اوبوكو جابها الغاني ينطلق اوبوكو البشاوي المرة هذه واقف البشاوي. حاتم دخل في اللعبة حاتم رجع المستوى حاتم البشاوي نعرفه بالفعل البشاوي دخل في الماتش لكن يلعب كرة سيئة. الكرة في التمرير رولانس كان سيء جدا صعوبات كبيرة للنجم الساحلي في إخراج الكرة. ينطلق بلاز وبرا مفيش خطأ تماس للنجم النادي الساحلي. تمشي كرة لفريق النجم النادي الساحلي بينما هذا اوبوكو صاحب هدف يمنع نهائيا من الناحية القانونية مرورنا لركلات الترجيح. هذه النقطة الأولى والمنعرج الأول في الماتش مفيش ركلات ترجيح. هذه الكرة الأخيرة وال1-0 لفريق النادي الصفاقسي. حاتم البشاوي يلعب الكرة مرة ثانية عن طريق عمار الجمل. عمار في وسط الميدان لسهيل بن رابية. مطلوب النجم الساحلي يستغل الأروقة في وقت من الأوقات يلزم يغامر يلزم يقمر باللهجة التونسية ويلعب على انطلاقات بن رابية والبشاوي في الكولوار في الأروقة. كرة تقريبا نقطة ربع نصف ساعة لعب ما وصلتش للإيميكال الزيادي. سي اس اس مغطي ويدافع مليح. تمشي كرة من البشاوي للزيادي ومرة أخرى تاكل صحيح من فريق السي اس اس وينطلق الهجوم عن طريق اللعب بلاز شوف المساحة يلعب كرة في العمق يلعب كرة خطيرة للنفطي صعبة جدا والكرة تمشي البلبولي. كرة بين الفالحي والنفطي حوار داخل حوار. مباراة قوية جدا من ناحية الحوارات والديوال بين النجم والسي اس اس. لدي الكرة مرة ثانية في وسط الميدان هذه المرة عن طريق النجم الساحلي يلعب بالرابية لرضوان الفالحي. فريقين قلت كتاب مفتوح لذلك تكتيكيا كل فريق عارف منافسه. الإطار الفني للنجم تفرج في 10 مباريات أجرته بالفيديو لفريق السي اس اس بينما الكرة الزيادي ومرة أخرى تفوق عددي مرة أخرى غياب المساندة للاعب النجم الساحلي يقدر يخطئ يقول ديما سفر فاول لهيثم المرابط. النهائي الافريقي انطلق بالنسبه للانديه التونسيه من خلال عام 87 الدرجه الرياضي ضد جورماهيه وخسر الكاس بصافره الكاميروني بول اوروبا. بالنسبه لكاس الكاف اول فريق تونسي وعربي ربح اللقب هو النادي النجم الساحلي عام 95 بينما النفطي في احد صناعاته وابداعاته يوسع برافو بلبولي ممتازه جدا وجدت الممتاز ايمن ممتازه من عبد الكريم النفطي. ينطلق سهيل بن رابية يلعب كرة للزيادي يلقى المساحة لو يمر يلعب كرة بعيدة على بوخاري ترجع من الدفاع برافو البرداسي. مرة ثانية عصام يلعب الكرة عن طريق النفطي راجع من الإصابة عبد الكريم النفطي
اليوم يلعب على جهه البشاوي من جهه بوكو، في العاده يلعب على اليسار من جهه سهيل كما كان لقاء ذهاب. اليوم يقلب له البوست، يبدل له مركزه او تمركزه غازي الغراري على الاقل في هذا الجزء الاول من دقائق الفيرست هاف. يتحرك على الطرفين الايمن والايسر باستمرار اللاعب عبد الكريم النفطي تحت انظار كويلو حبيب الماجري ومحمود باشا. هنا كره خطيره هذه، لكن برافو مرابط مره اخرى. ديما تلقى النادي الصفاقسي سباق على الكره، هذا المطلوب في نهايه مثل اليوم. مستوى متقارب جدا بين الجمعيتين. اوبوكو البلاس اوبوكو خطيره جدا وصعبه. رضوان الفالحي صعبه. اوبوكو كره في المرمى تخرج برا، خطيره جدا ركنيه، خطيره جدا ركنيه. كره الضربه القادمه بالنسبه للنادي الصفاقسي. النادي الصفاقسي يتوفر المساحات ويلعب على سلاحه، يلعب بسلاح المرتدات. اوبوكو والفالحي يقول فيها خطايا ديما كان قريب، يقول يلعبوا البنبولي يخلي نجم الساحلي في النهائي. بالفعل بنبولي برافو يخلي الاتوال في الفينال بعد كوره من اوبوكو نجم هذا الشوط الاول في نهائي رقم 17 الكونفدريشن كاب. الركنيه تتلعب بهذه المره طويله على القائم الثاني بالراس، يخرج البنبولي في الفارق. كره خطيره ينطلق الهجوم بتسديده من بلاس، يسدد والدفاع خطيره جدا. والسي اس اس يقدم مباراه ممتازه بكره اخرى ممتازه لكن مره. نعم النادي الصفاقسي يضغط بشكل واضح، هو الاخطر في هذا الجزء الاول من الماتش. سومانا بي كره ما جاتوش مليانه كما نقولوا بلغه الكوره. اليوم ما دام الحوار تونسي نقول باللهجه التونسيه كتعبير ومعبر عن الهدف، يقول لك عباره بونتو، لا نتيجه بونتو بلاش 1-0 لفريق سي اس اس. لكن فما هدف مازالت الفرجه، مازالت المباراه. ينطلق الهجوم دائما ميكاو بارا مضغوط عليه، يعملوا ساندويتش ينحيوا الكره بالراحه وبالسهوله. البشاوي يعاني ويصارع يقاتل ساكو، يمشي كره ويخرج هاشم عباس، نادي الصفاقسي كانه يلعب شوط الموسم. شوف المساحه، الله على المساحه، العمق الدفاعي كان ضايع في هذه الكره. ينطلق النفطي يمر خطير جدا عبد الكريم النفطي، يلعب على اطرافه بالراديو. سهيل يتفوق عليه، يتفوق سهيل بالراديو والكره تخرج 6 امتار للنجم الرادي الساحلي. احسن شوط احسن دقائق يقدم فيها النادي الصفاقسي في هذا الموسم. قلنا فريق يصير ترانسفور بيتغير في المسابقات الافريقيه. نادي الصفاقسي غير، لو كان يلعب هكا ديما في البطوله نادي الصفاقسي ما يتيحش على المركزين الاول والثاني صراحه. فما كان حافز اللي يجدوه اللاعبين في المسابقه القاريه، واذا النادي الصفاقسي يقدم لحد الان شوط كبير السبب فيه امانه جمهوره. انا حضرت وعلقت لقاء ذهاب الغيري، الجمهور ما سبش اللاعبين، ما ضغطش على اللاعبين، صفق بعد نهايه المباراه وكانه عنده ايمان، يخشى النجم، يخاف من النجم، يحترم النجم، لكن كانوا عنده ثقه في لاعبينه في لقاء العوده. لذلك هذا الشعور وهذا الايحاء الرمزي والنفسي والمعنوي والثاني للعب في اذهان اللاعبين. لذلك اليوم الصفاقسيه في الشوط الاول يعملوا مباراه ان تشاب له كامل، ما تتمسك من الناحيه التحليليه الفنيه القراءه التكتيكيه، وايضا مباراه ممتازه جدا في هذا الشوط. مباريات مثل هذه مباريات النهائيات يلزم كل فريق يستغل فترة قوته ويتفادى فترة فراغه. النجم انا في رايي مازال يبقى في النهائي، لانه عارف حاليا رغم انه اداؤه في هذا الشوط الاول لم يكن هو الاداء المعهود او المعروف عن النجم عارف كيفاش يقول ليميت ديكا، يقول يقلل من الخسائر لحد الان، لانه في هدف ثاني انتهت الحكايه. لذلك النجم رغم تفوق النادي الصفاقسي في هذا الشوط مازال في اللعبه، مازال في المباراه. اجواء كبيره في الاستاد الاولمبي، كل الجماهير واقفه على فكره. الجماهير لازم تشيل تونس باش تعرف عشق كرة القدم، الهوس بالكرة، الجنون من اجل الكرة، سالبة عقول الملايين. هنا هذا الجلد المدور او هذه الساحرة المستديرة. اليوم مع من؟ هل تحد بتاريخ افريقيا للنجم الساحلي الذي يشارك ويشترك قاريا 84 180 مباراة عنده على مستوى القارة السمراء. هل ستخشى هذه الكأس تاريخ النجم؟ هل سترحم النجم في انها كل ما اتت هنا لأولمبيك سوسة الا ورفعها النجمويين؟ ام انها ستتذكر؟ هل انها ستتمنى؟ ام ان الصفاقسي قدم لها مهر تحت الطاولة؟ يقول الشرقي تحت الترابيزة نتيجة عشق السنة الماضية ونتيجة عشرة السنة الماضية. لمن ستقول يا ايتها الكاس الغالية؟ قلبي مع من سيفرح وقلبي على من سيحزن هذا المساء.
شطر تونس الى قسمين رياضيا بحبها للنجم وقول عشقها للسياسات. نعم حتى المحايدين كل الانديه الان مقسومين منقسمين مقتسمين حب اللونين وتشجيع اللونين. حاليا 1-0 للسياسات وانصاره ومن يناصره من بقيه الانديه في تونس، والنجم الساحلي له دعوات انصاره وكل من يسانده من الوان الانديه الاخرى في كره الخضراء. تمشي الكره مره اخرى ايمن عبد النور، عبد النور يضيع عليه مره اخرى. البريسينج رهيب من فريق النادر الصفاقسي. كثير من الاقلام لامت بين الظفرين انه كيفاش يعني كيف النادي الصفاقسي يجي يحضر مباراه النهائي في سوسه في عقر الاسد وما ادراك من اسود النجم الساحلي في القاره السمراء. نعم هكذا خير الغراري، هكذا اختار غازي، وكما قلت ولا تمل من تكرارها وكانه قال كما قال الشاعر وداوني بالتي هي كانت الداء. مباراة افريقيا غير مباريات البطولة، مباريات البطولة نوع مباريات نهائي في افريقيا غير. اقول هذا الكلام من خلال اتجاه تاريخي اللي حكاو برشا على النادي الصفاقسي يتقدم. اليوم مباراة اخرى، مباراة اخرى ما عندهاش حسابات ال5 وال3 وال4 لهذا الفريق او ذاك. برجع الكرة وسط الميدان، الضغط البريسينج العالي، الضغط المرتفع من لاعبين النادي الصفاقسي. نجوم السياسات ابدعوا فابدعوا في هذا الشوط، فكيف ستقنعنا وتمتعنا وتبدع من اجل عيون ملايين انصاره النجم الساحلي. النجمه في الاتاك ليتوال يرجع مره ثانيه عن طريق اللاعب ايميكا وبارا. ايميكا يرجع عبد النور، ايمن عبد النور يحاول يمر، ايمن عبد النور موجود 3 عليه. ماذا سيفعل والمشاوي 3 على 1. اين المفر؟ يعني الجمهور امامك والسياسات وراك، هكذا قال البوزيدي هو المرابط وقريب لهم كان سوما نابي. تتهيأ البلاز، بلاز يرجع بالكره، كواسي يخير يختار بكره وضربه خطيره، ضربه كوره من لاعب سوما نابي وركنيه لسوما نابي. 18000 متفرج في استاد سوسه منهم 2000 التذاكر مخصصه للنادي الصفاقسي الذي قالوا تلعب في رادس يعبيه اليوم، لو تلعب باستاد عندنا 120000 يعبيه اليوم نتيجه المتابعه الجماهيريه الكبيره واللي تتعدى انصار ومناصر الفريقين في هذا النهائي القاري الاول من نوعه بين انديه تونس والثاني في تاريخ افريقيا بعد 2004 في نفس البطوله الكونفدريشن بين الاشانتي والهارتس اوف اوك بلاد الصنوبر الغالي. يمشي كرة من نفطي في ركنية، النفطي يلعب الكورنر ترجع من دفاعات النجم. كرة تتباهى تتحضر عن طريق اللاعب بوخاري، سادات يحاول يدخل وسط سادات بوخاري وحده بثلاثة الرابع جايو لكن هو يمر بالمهارة ممتازة سادات. بوخاري جاري كرة سهيل بالرادية يطلع بالرادية يرجع بالكرة يلعب السادات بوخاري أكثر يرجع للوسط يلعب ساكو لفريق النجم. محمد ساكو حاول يدخل الكرة في العرض كرة عرضية يحاول التوسيع مرة أولى مرة ثانية والحكم يقول خطأ أو تماس لفريق النجم الرياضي الساحلي. النادي المصنف الثاني في القرن الافريقي الكروي بعد النادي الاهلي. ليست مخالفه يوجه المساعد ليتم يدخل راي ركنيه او تماس او مخالفه من هذا المكان هو يصحح يعني البوزيشن بتاع الكره. مخالفه يتقدم فيها الساكو النجم في مباراه مقفوله من النادي يستغل اقول مرتبه وانذار كان تصبر على هيثم رابط. الشوط الاول تقريبا قرب من الدقيقه 40 بالنسبه للصفاقسي يكسب تصمد الان بالنسبه للنجم هذا وقت الفوق. يمشي كوره طويله على القائم الثاني بالراس خطيره تتهيأ مره اولى ومره ثانيه ترجع والكونتر اتاك مره اخرى بكره طويله اوبوكو المشاوي شوف اوبوكو شوف السرعه بتاع الغاني اوبوكو يهرب على المشاوي لا حاتم ممتازه بالمشاوي صراع قوي ويحسب اوبوكو يرجع مش ممكن اليوم مش ممكن هذا اوبوكو اليوم يلعب مره ثانيه عن طريق الناس الثقه في الاداء الصفاقسي ترجع عن طريق النفطي يلعب كوره شادي لبلاز السوما نبي لبلاز يبدل كوره تدور مليح بعيد على هاشم عباس ترجع للنجم الساحلي. الشوط يمر والنتيجه نتيجه البدايات بهدف المباغت في البدايات 1-0 من البطوله. لاعبين بيصيروا ما تخلوش اوبوكو قال 1-0 لحد الان شوط مثير شوط حماسي شوط فيه صراع تكتيكي كبير في قراءات المدربين وفي استقلال اهداف من الفنيين الاثنين.
وهذا ايرفي جوتيه الفرنسي الان يلعب ورقم ديمبو فايو، يخرج سهيل بالرادية، يرجع ساكو بكرايت على اليمين ويدخل ديمبو فايو باش يرجع يلعب بالنجم الساحلي. ممكن البوزيشن التقليدي بتاعه ال4-4-2. سهيل بالرادية ممكن فيها إصابة أيضا، تغيير اضطراري ممكن ليس باختيار المدرب جوتيه، لكن بالنسبة لإيرفي وتوفيق باش يرجعوا الزكو ظهير ايمن ويمشي ديمبو قدامه باش ينشط الجهه اليمنى لفريق النجم اللي شكل دائما في السنوات الاخيره نقطه قوه وانطلاقه للامجاد الساحليه. جهه صابر بن فرج تمشي كره طويله ملعوبه بالراس. اللياقه البدنيه والعامل اللياقي العنصر البدني يحسم معركه هذا المساء. تمشي كره عن طريق سوما نبي ورا في الوسط ايمن عبد النور. سرعه الانطلاق غير موجوده ومتوفره للنجم الساحلي في الشوط الاول. الرولوس بتاع الكوره بطيئه جدا عكس الصفاقسي. باللمسه لمستين مهاجم الصفاقسي يلقى نفسه امام البلبولي. بالنسبه للنجم فما برشا ثقل وبدأ في تحضير الكوره، في تدوير الكوره، وفي اقول حركه الكوره. هيثم رابط صاحب اول بطاقه صفراء في هذا اللقاء، واللون الاصفر هو الذي اللون اللي يدخل بكره جميله خطيره. اوه عبد الكريم النفطي ما فماش العمق الدفاعي اليوم، فما مشكل بالنسبه لدفاع النجم والنفطي. ينزل لهم بوان نعرفوه يجي من الكولوار من الاطراف يدخل وكانه راس حربه صار يحضر الكره بالراس مش اختصاصه. تقريبا 42 دقيقه لعب في هذا الشوط الاول. وقت حتما يمر النتيجه 1-0 للصفاقسي. بوكو الصفاقسي كما تشوفوا ما غير استعمال كلمة أمانة، الكل يشهد بهذا، كان الأفضل في هذا الشوط وكان الأخطر وكان الأقرب. الصفاقسي في هذا الاستحسان أداؤه شوف عنده عيب كبير أنه ما عرفش يخلص الماتش في الشوط الأول في وقت تتاح له الفرص تباعا، وهذا مع فريق بحجم النجم قد يكون متغيرات في هذا اللقاء، قد تكون حسابات ثانية، قد تكون عناوين اخرى للقاء الاولمبيكو هنا في سوسة. هذا ممكن عيب الكرة التونسية انه لما تكون فترتك لازم تخلص. نجم ايضا في صفاقس وتحت اكثر من كورة كان ممكن يجي لصفاقس لسوسة في الاياب مرتاح على الاقل ماتش نول التعادل 1-1 بالاهداف، لانه تحت اكثر من فرصة وكان اخطر امانة من فريق صفاقس شقيقه في اللقاء هذا. السيناريو تقلب في هذا الشوط الاول اليوم صفاقس اخطر. بينما الكرة مشتركة بين الزيادي ومحمد البوسيدي. نعاودوا نشوفوا اللقطة في الريبلاي. هذا هو طارق الزيادي اللاعب السابق لفريق الملعب التونسي والنادي الصفاقسي، فاز بكأس الكؤوس العربية مع البقلاوة عام 2002. الأعصاب في هذا اللقاء مشدودة. المرداسي يقول لطارق ما تنساش العشرة يا زيادي، والزيادي يقول له ممكن كورة داخلة في اللعبة، الحماس قد ياخذنا في لحظات، قد يفرقنا في لحظات، لكن سيجمعنا في كل لحظات القادمة. هذه اللقطة هذه الصورة فيها مقصودة من طارق الزيادي، فيها مقصودة من طارق الزيادي، كان ممكن يتفاداها كما قلت. كورة تفرقنا في لحظات من أجل ألوان كل واحد وانتمائه في كل العالم، هذا موجود، لكن عمرها ما تفرق أندية الوطن الواحد. تمشي كورة بالراس دوزيام بال ياخذها دائما السي اس اس، يرجع حمد الويد على فكره يتعرض للاصابه. يمشي كوره من احمد ميدا كوره خطيره لكن طويله بعيده برشا، مستحيل على طارق، مستحيل على الزيادي. شوط صفاقسي بالتاكيد، شوط النجم الساحلي للتسيير. العيون هنا مش رأبة، او العيون تقال في اللغه العربيه متسمره، والاعناق هي من تشرأب. الكل واقف هنا الناس الاعلاميين. طبعا حوارات ممكن الجمهور لان يشجع وواقف مع فريقه. بالنسبه للاعلاميين تبادل باطراف الحديث، لماذا هذا السيناريو في لقاء اليوم؟ علاش تفوق السي اس اس في الشوط، وعلاش النجم يجد كل هذه الصعوبات والمتاعب في الشوط؟ ترجع كوره مره ثانيه عن طريق هيثم رابط البوسيدي. بوسيدي يتقدم ويلعب كوره بوكو. الكل حقيقه كان ينتظر فورمة النفطي في فورمة، لكن بوكو
سوبر فورمه في هذا الشوط الاول. هدايا الكره عن طريق اللاعب اوبوكو ومعاه ايمن عبد النور، وبذكاء كبير برشا اوبوكو يضرب الكره في ايمن ويحسن الركنيه في اواخر الشوط الاول. ترجع الكره ضربة زاويه لفريق النادي الرياضي الصفاقسي، والنتيجه ايضا للسي اس اس ب1-0 عن طريق اللاعب اوبوكو في اول دقيقه. وهي الكره من ضربة زاويه ركنيه للنفطي. عبد الكريم النفطي يحاول يلعب الكورنر، اوبوكو البشاوي يصير على العاده بالراس، ترجع خطيره وفي خطا، في خطا لفريق النجم الساحلي عن طريق شادي الامامي. كان الفاول، هو الكره ستعود لفريق النجم الساحلي. تقريبا 30 دقائق في الشوط الاول. ننتظر كم سيضيف الحكم من السيشيلي دي مايي لتفاصيل الفتره الاولى. مهم بالنسبه للنجم انه يتعادل الان، واهم بالنسبه للسي اس اس انه يحافظ على هذه النتيجه الغاليه الان. سادات بوخاري يلعب الميدان، ميدا يبدلها، ينطلق من اليمين محمد ساكو يجري له تيمبو، يشري له هو الكره، يطلع تيمبو فايول، تيمبو مع هاشم عباس، اول انطلاقه للزامبيا عمره 19 سنه فقط في منتخب زامبيا للاواسط والشباب. كره تخرج برا بتماس للاعب تيمبو فايول، تصيب الكره تيمبو والنجم افتقد في الشوط الاول للتيمبو لريتم المباراه، لريتمه هو. يمشي بالكره مره ثانيه، الضغط على عمار جمال شادي الامامي. شوف البريسينج بتاع سي اس اس، ينطلق عبد النور، كره من ايمن عبد النور، يسدد كره لكن برا. طبعا لما يضيق المنافذ، لما يضيق الحال كرويا في مثل هذه المباريات، الكرات هذه تبقى من اخر الحلول مع سلاح الكرات الثابته. 1-0 لفريق النادي الصفاقسي. الكل يتابع، التوانسه او عرب او تونسيين في المهجر في الغربه يتابعون هذا اللقاء على مدى 90 دقيقه، يقربهم من جديد، يحطهم في اطار ارضهم ووطنهم، ليتذكروا هنا صولات الفريقين والكبيرين. تمشي الكره طويله، ترجع من هيثم رابط في كره راسيه لمن يضرب الكره في وسط الملعب عن طريق سادات، هذا وميكا ينطلق الهجوم نفس ستيل ايميكا وبارا النيجيري لمرابط، يضغط ويرجع هيثم 2-1 مرة أخرى. ديما عامل التفوق العددي فريق السي اس اس، كل لاعب تلقى زميله معاه باش يساعده باش يعاونه، يلعب بسلاح الجروب والمجموعة والروح المجموعة فريق الصفاقسي في الشوط الأول. رجع مرة ثانية عن طريق اللاعب بلاز يوقف الكرة، سومانابي سيطر على وسط الميدان فريق الصفاقسي في هذا الشوط. بيمشي الكرة في المراوغة وفي الانطلاق، يلعب الشادي الهمامي لهيثم رابط لوسط الملعب. اوبوكو تنتهي الكرة عن طريق نبي سوما يمد الكرة للاعب شادي الهمامي، والكرة في الاوفسايد. تسلل على النفط، تسلل عبد الكريم النفطي. الشوط الاول ندخل في وقته البديل والنتيجة 1-0. هي كرة أخرى خطيرة جدا، والضغط متواصل والصعب، ولكن الفالحي يخلصها. الفالحي يرجع في لقطة صعبة ويربح التماس. شعر رضوان وصلح خطأه في انطلاقة الكرة. طبعا لاعبين النجم ما يأديوش على مستواهم المعروف والمعهود، الضغوط كبيرة جدا. متذكر من برا من خلال عديد استجابات في تونس كما قالوا كل الملاحظين والفنيين انه النادي الصفاقسي سيستغل الضغط والبريسيون الكبير على لاعبي النجم، على تشكيل جديد للنجم مغاير تماما السنوات الماضيه، ما عندوش خبره مثل هذه المواعيد النهائيه الصعبه، فما بالك ويقترن الامر بكلاسيكو تونسي من اجل صداره وزعامه افريقيا. يعني تعرفني ونعرفك، الكتاب المفتوح، كل شيء ممكن يقرا وكل شيء تستقرا منه القادم في هذا الماتش. شعارات كبيرة بين أحبك يا صفاقس وما أروعك يا نجم. مباراة مهمة جدا تلعب أيضا على هذه العناوين أو الرسائل مضمونة الوصول لناديين الحقيقة أكثر من شرفت الكرة التونسية في العشرية الأخيرة. 5 نهائيات متتالية للسي اس اس، والسادس نهائي على التوالي وبالتوالي لفريق نوارة الساحل. اليوم من سيبكي من اجل الفضه ومن سيبكي طمعا في الذهب. تمشي كره خطيره جدا، اخر كرات في الشوط الاول ملعوبه، لكن الدفاع مره اخرى بتفوق الدفاع الصفاقسي بكره اخرى طويله في اعصاب مشدوده. ما تصرحوش لاعبي النجم
الضغوط المسلطة كانت سببها او من اسبابها هدف بوكو ايدي ماي ينهي الوقت البديل. الشوط الاول فيه 1-0 صفاقسي عن طريق بوكو في الدقيقة الثانية. لا خيار ولا بديل النجم الا هدفين من اجل اللقب، بينما صفاقسي في هذا الشوط الممتاز تستحق السبق والاسبقية. لكن قد اقول لابد ان تكون 90 دقيقة حاسمة لان عبرتها في الخواتيم. كيف ستكون الخاتمة؟ كيف ستكتب نهايتها؟ هذه الاجابات في 45 دقيقة من هذا الملعب الرائع. اولمبيكو سوسة النجم 0 صفاقسي 1. ابداع غالي جدا من اللاعب الغاني بوكو.